أجمل ما سمعت في ديوان العرب. 3 أبيات شعر ممكن يفيدوك في حياتك لو طبقتهم في حياتك. البيت الأول بيقول: لا خير في حشو الكلام إذا اهتديت إلى عيونه. إنسان طلب منك شيء معين وعايز ياخده منك، أول شيء هيعمله هو إيه؟ إنه يعتسل لك الكلام، يخلي لك البحر طحينة. أخطر حاجة خلي بالك منها هو إن بيزين لك الكلام. لو هو عايز منك شيء معين يحط لك في وسط الكلام ده حاجات تغريك. عليك انت انك تطلع الشيء ده بسهولة لو انت عندك ذكاء وفطنة. اما البيت التاني فبيقول: والصمت اجمل للفتى من منطقه في غير حينه. يعني بيقول لك لو فيه مشكلة وناس قاعدة بتحلها، اوعك تنطق مكان حاجة جد هزار. ليه كده؟ أول حاجة بتقل من نفسك. تاني شيء، ممكن لو أنت طرف في المشكلة وبتقول الكلمة الهزار دي، يبقى أنت عايز المشكلة دي ما تتحلش أو بتغلوش على حاجة معينة. وعلى الطرف التاني، إن هو ينتبه لك. البيت الثالث فبيقول: وعلى الفتى لطباعه ثمة تلوح على جبينه. في ناس أول ما تنطق كلمة بتعرف الإنسان ده هو صادق ولا كاذب، هو منافق ولا مراد، هو بيهزر ولا بيتكلم جد، هو عايز الحق ولا عايز الباطل. لابد انك تكون انسان فطن، انسان، لان اي انسان لو هو ما بيحبلكش الخير بيحاول يوجعك. هيوجعك بايه؟ بالكلام العسل، يحط لك زي ما بيقولوا كده السم في العسل عشان تاكله. فخلي بالك من الحتة دي جدا. واشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.